تقدم في جميع النواحي. نعم، لقد نما الإقليم وتطور، لكن الزائر له يرى من هم أصحاب النعيم. فأغلبية السكان اليوم أصبحت من قومية الخان، جراء خطة تبنتها الحكومة منذ زمن لطمس هوية الإقليم. يتزايد الصينيون هنا في شينجيانغ بسرعة مذهلة، وأصبح إيجاد العمل هنا صعبا علينا، وباتت ظروفنا قاسية للغاية. من فك الويغوريون يطالبون بانفصال إقليمهم عن الصين وإقامة دولتهم المسلمة على أرض باطنها مليء بالنفط والغاز، إضافة إلى حلمهم بممارسة شعائرهم دون اتهام السلطات لهم وفرض التعليمات من باب التوعية والابتعاد عن التطرف. توفي أخي قبل يومين، وإلى هذه اللحظة تعرض الحكومة تسليمي جثته لأقوم بدفنها في مقابر المسلمين. هذا حق لنا كمسلمين. باءت جميع الجهود لدمج المسلمين من الويغور في المجتمع بالفشل على مدى عقود، فليس هناك انسجام تاريخي وثقافي ولا حتى عقائدي مع الصينيين من قومية الخان، مما جعل نزعة الاستقلال لديهم تتنامى مع الأيام. لكن الأوضاع في الإقليم باتت مؤخرا تشير إلى انتقال المواجهة لتصبح بين القوميات، فبعد الصدامات الدموية الأخيرة في مدينة أوروموتشي بين السكان من الويغور والخان التي راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح، أصبحت الأوضاع تنبئ بصراع عرقي. ناصر عبد الحق، الجزيرة، بيجين. في نهاية النشر هذا تذكير لأهم الأنباء. رفسنجاني يقدم رؤيته لحل الأزمة الحالية في إيران، وشهود يتحدثون عن تفريق أنصار في إطار حملة من المذابح والإقصاء والتعذيب التي يتعرض لها الشعب التركستاني في الإقليم. وأضاف القائد سيف الله أن ما حدث أخيرا في الإقليم هو رد على الظلم الذي تمارسه الشرطة والسلطات القضائية الصينية ضد شعبه، وإن على الويغوريين حماية مناطقهم والتمسك بحقوقهم على حد قوله. ومنذ تأسيسها كدولة شيوعية في أواخر أربعينيات القرن الماضي، بسطت الصين سيطرتها على إقليم شينجيانغ، أو ما كان يسمى دولة تركستان الشرقية، والتي كان جل سكانها مسلمين من قومية الويغور. ويعاني الويغور منذ عقود مما يقولون إنها خطة صينية مبيتة لتغيير معالم دولتهم الإسلامية ودمجها في المجتمع الصيني. مراسلنا ناصر عبد الحق والمزيد عن شعب الويغور وقضيته. من يصدق أن هؤلاء البؤساء يعيشون كأقلية على أرض لهم شاسعة وغنية، ناضلوا من أجلها طويلا ونجحوا في إعلان دولة تركستان الشرقية المستقلة عام 44 و900 وألف، لكن دولتهم الحلم لم تعمر أكثر من 5 سنوات عندما سقطت على يد الصين الشيوعية بعد موت أفراد حكومتهم في حادث طائرة غامض كانت تقلهم للاجتماع بالزعيم الصيني الراحل ماو تسي دونغ. ومنذ أن أحكمت سيطرتها على إقليم شينجيانغ ذو الأغلبية الويغورية المسلمة، لم تتوقف الصين عن إجراءاتها لدمج الإقليم في البلاد جغرافيا وثقافيا واستغلاله اقتصاديا. وكلما وجهت الانتقادات للمارد الأصفر في تعامله مع سكان الإقليم الأصليين، رد بلغة الفخر يمن عليهم بإنجازاته. منذ تأسيس الدولة حاز إقليم شينجيانغ على اهتمام الحكومة، وقد ارتفع الدخل للسكان بنسب عالية منذ تأسيس الدولة، وحصل تقدم في جميع النواحي. نعم، لقد نما الإقليم وتطور، لكن الزائر له يرى من هم أصحاب النعيم. فأغلبية السكان اليوم أصبحت من قومية الخان، جراء خطة تبنتها الحكومة منذ زمن لطمس هوية الإقليم. يتزايد الصينيون هنا في شينجيانغ بسرعة مذهلة، وأصبح إيجاد العمل هنا صعبا علينا، وباتت ظروفنا قاسية للغاية. من فك الويغوريون يطالبون بانفصال إقليمهم عن الصين وإقامة دولتهم المسلمة على أرض باطنها مليء بالنفط والغاز، إضافة إلى حلمهم بممارسة شعائرهم دون اتهام السلطات لهم وفرض التعليمات من باب التوعية والابتعاد عن التطرف. توفي أخي قبل يومين، وإلى هذه اللحظة تعرض الحكومة تسليمي جثته لأقوم بدفنها في مقابر المسلمين. هذا حق لنا كمسلمين.
باءت جميع الجهود لدمج المسلمين من الويغور في المجتمع بالفشل على مدى عقود، فليس هناك انسجام تاريخي وثقافي ولا حتى عقائدي مع الصينيين من قومية الخان، مما جعل نزعة الاستقلال لديهم تتنامى مع الأيام. لكن الأوضاع في الإقليم باتت مؤخرا تشير إلى انتقال المواجهة لتصبح بين القوميات، فبعد الصدامات الدموية الأخيرة في مدينة أوروموتشي بين السكان من الويغور والخان التي راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح، أصبحت الأوضاع تنبئ بصراع عرقي. ناصر عبد الحق، الجزيرة، بيجين. يخضع مئات من الشباب الصينيين في إحدى الثكنات العسكرية قرب العاصمة بيجين إلى تدريبات عسكرية قاسية كجزء من برنامج علاجي لظاهرة الإدمان على الإنترنت. وتعتبر الصين أول دولة في العالم تصنف ظاهرة الإدمان على الإنترنت كمرض يستوجب العلاج، ويعاني قرابة 4 ملايين من شباب الصين من تفشي هذه الظاهرة. مراسلنا عزت شحرور يحدثنا عن هذه الظاهرة. هذه الكتيبة هي جزء من جيش جرار يصل تعداده إلى 4 ملايين من فتيان الصين وفتياتها. هم على الجبهة الأمامية في حرب جديدة باتت تعرف بحرب الأفيون الثالثة، حرب الإدمان على الإنترنت، أزمة جديدة أدخلت المجتمع الصيني في دوامة وضاعفت من نسبة الجريمة والانتحار لدى الأحداث والمراهقين. هذه الفتاة تخضع للعلاج للمرة الثانية خلال 3 أعوام، وحالتها لا توحي بكثير من التقدم. أشعر بقلق وتوتر إذا منعت من استخدام الإنترنت. إنني أعي بأن عالم الإنترنت هو عالم خيالي وافتراضي، لكنني لا أريد أن أعود إلى الواقع، فهو صعب ومعقد. الطبيب الجنرال تاوران هو الذي يدير مركز العلاج هذا، وهو الذي أقنع الحكومة بخطورة الوضع وبضرورة وضع حد له باعتباره حالة مرضية. تعرف منظمة الصحة العالمية المرض بأنه ما يسبب المعاناة والألم لصاحبه وللآخرين، أو ما يؤثر على قدراته وطاقته العقلية أو الجسدية، وهذا ينطبق على مدمن الإنترنت. مركز العلاج هو عبارة عن ثكنة عسكرية، لكنه يتضمن قاعات للعلاج النفسي بالرسم أو الموسيقى، كما يتضمن أيضا قاعات للملاكمة والمصارعة بهدف تفريغ طاقات العنف عند المريض المدمن. وإذا احتاج الأمر فإن آخر العلاج أشد من الكي، الصدمات والصعق الكهربائي. الزي العسكري وأسلحة الليزر وفن الحرب الذي برع فيه الصينيون وخوض معارك على غرار حرب العصابات، كلها ضرورات لاستعادة المريض من عالمه الافتراضي إلى الواقع. لكن اللافت أن العلاج الصيني القاسي لا يقتصر على المدمنين فقط، بل يشمل ذويهم أيضا، ربما لإشعار المريض بتأنيب ضمير على ما اقترفه من دم وما يسببه لأهله. هذه الآفة الجديدة كما يسمونها هنا تتسلل بسرعة إلى عقول الشباب الصيني. البعض اعتبرها طاعونا جديدا واعتبر الفأر هو المسؤول، لكنه منها براء. التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة وانتشار مقاهي الإنترنت كالفطر إلى جوار المدارس والنظام التربوي والتعليمي القاسي والمعقد وضغط الآباء على الأبناء، كلها تشكل مظاهر سلبية بحاجة إلى علاج قبل الوصول إلى معالجة شاملة لهذه الظاهرة. عزت شحرور، الجزيرة، بيجين. نتحول الآن إلى هيثم أبو صالح وجولة في أبرز ما تناولته